إزاي أقول لأ بدون إحساس بالذنب؟ وهل ده ممكن فعلًا والّا محتاج حاجات قبلها؟ هاجاوبِك بصراحة، ممكن أيوه طبعًا ممكن، بس مش بالطريقة اللي اتقالت لنا زمان، لإن المشكلة مش في كلمة لأ، المشكلة في اللي بيحصل جواكِ قبلها وبعدها. هاقول لِك 6 حاجات لو خدتِ بالِك منهم هتقولي لأ من غير ما تحسي بالذنب. أولًا، الذنب مش دليل إنِك غلطانة، الذنب دليل إنِك بتغيّري نمط قديم. إحساس الذنب اللي بيظهر معانا أول ما بنقول لأ، مش لإن أنتِ أنانية ولا لأن الحد اللي انت رسمتيه غلط، لكن لأن انت بتكسري اتفاق داخلي قديم جواك. أنا أحب يبقى لازم أرضي الناس اللي حواليا، أبقى كويسة يبقى ما أزعلش حد، علشان أتحب يبقى لازم أسكت. الذنب هنا هو إشارة انتقال، زي ألم العضلات مع أول مرة تمرين. الجسم بيقول إيه ده حاجة جديدة، يبقى دي حاجة غير آمنة بالنسبة لنا. لكن في الأصل الجديد مش غلط، الجديد غير معتاد. زي ما تيجي تقولي لمامتك مثلا أنا مش هقدر أجي النهاردة، بيحصل لك إيه؟ بتلاقي قلبك اتقبض وبدأتي ترتعشي، والاحساس بتاع الذنب يبدا يظهر ان انت بنت مش كويس. الحقيقي ان انت هنا اللي بيظهر ده هو احساس الذنب بتاع الطفله اللي اتعودت ان هي تقول حاضر وطيب. تاني حاجه، لا بدون ذنب ما بتجيش فجاه، بتيجي بعد نقل المسؤوليه لمكانها الصح. واحده من اهم قوانين الحدود اللي بندرسها في برنامج باوندري كوتش بروجرام هي انا مسؤوله عن قراري، مش مسؤوله عن رد فعل الاخرين ومشاعرهم على قراري. يعني طول ما انتي شايلة هم زعلهم غضبهم احباطهم هتفضل احساس الذنب موجود. اول ما تفصلي بين انا مسؤولة عن نفسي وهم مسؤولين عن مشاعرهم، هنا احساس الذنب بيقل. تالت حاجة، الذنب بيقل لما لا تكون واضحة، مش ملوعة، مش متدارية، مش مترددة. التبرير الزيادة والشرح الكتير بيحسس الجسم ان هو مهدد. الجهاز العصبي بيهدى امتى؟ لما لا تكون الجملة تكون قصيرة بنبرة ثابتة وقرار واضح. الوضوح بيساوي أمان. رابع حاجة، الذنب محتاج يتسمى مش يتقاوم. أغلب البنات بتقاوم إحساس الذنب وده بيخليه يزيد. علم النفس الإيجابي بيقولك naming reduces intensity، يعني ببساطة شديدة أنت لو قلتي أنا حاسة بالذنب وده طبيعي لأن أنا بتعلم سلوك جديد، الجملة دي لوحدها كفيلة إن هي تهدي عاصفة إحساس الذنب اللي جواكي، وبالتالي بيفقد اساسا قوته. خامس حاجه لازم تاخدي بالك منها، انه عشان تقولي لا من غير احساس بالذنب لازم تدريب جسدي قبل ما يبقى قناعه فكريه. اصلا في كورس شيب يور باوندريز احنا بنعلم بعض التقنيات اللي بتهدي الجهاز العصبي، لانه اصلا جسمك هو اللي بيرفض كلمه لا قبل عقلك هو اللي بيجي بعد كده. يعني مثلا لما تيجي ترسمي حدود، خدي الاول نفس عميق وبعد كده قولي جواكي ان انت في امان، وبعد كده قولي الجمله الحدوديه اللي انت جهزتيها. هنا جسمك هيساعدك لان هو مش هيحس بالتهديد، وبالتالي هتقدري تقولي لا من غير ما تحسي بالذنب. الذنب بيقل لما تعرفي ليه لا دي مهمه بالنسبه لك. مثلا بتخدم قيمه اساسيه عندك، بتخدم سلام داخلي او توازن، هنا كلمة لأ هتطلع بثبات وبهدوء. الأهم من ده كله هو إن انت تعرفي إن الذنب مش عدو، الذنب دليل إن انت بتتطوري وتكبري، وفي نفس الوقت مهم تعرفي إنه الذنب هو دليل على إن انت بتخرجي من النسخة اللي كانت بتتألم عشان تتحب لنسخة أكثر وضوحا ونضجا.